ادينا قعدنا على التل بعد الحق ما اختل، وادي بيت واسر وادي دموع وناس غلابه كتير وربنا كبير. قول لنا يا حاجه ايه اللي حصل كده؟ والله بالنسبه لست الرئيس ان هو يقف معانا ان احنا ما يقفلش محلاتنا واكل عيشنا ويخرب بيوتنا. انا عيال بتاكل منها، انا عن نفسي انا معايا 4 يطرة بياكلوا من التكاتين دي. انا عن نفسي وعلاجي واكلي وعيشتي كلها منها، فحرام ان هو يخرب بيوتنا كلنا كده ويقفل المحلات بتاعتنا. لكن انت بتتهمي مين في الهلس والجري الموضوع ده؟ وانت ست بقى كده من سيدات مصر المحترمين اللي بتمثلي العنصر المصري بجد يعني. طب انا عايز منك تطلعي صرخه كده، تطلعيها لي. والله طلعها السيد الرئيس يقف جنبنا، احنا مالناش حد ان هو يقف جنبنا، ان احنا محلتنا واكل عيشنا ده ما يتقفلش. حرام صراحه، حسب الله ونعم الوكيل. تقريبا كم اسره كده ممكن يتبهدلوا؟ كتير وهيتشربوا كتير مش وهيتشربوا. يعني انت شايفه ان ممكن هتتخرب بيوتها وهتقعد ارامل ومطلقين في بياخدوا علاج في كل حاجه من التكاتين دي، وما بدكوش معاش تكافل ولا كرامه ولا اي حاجه من الحاجات دي. احنا عايشين من التكاتين دي ومش هنمشي من هنا ومش هيقفلوها لنا وادينا قاعدين في الشارع. بس اظن كده